لا بد من المسلم إلا بغى يصلي يكون متطهر من النجاسة والحدث. ولكن شنو هي النجاسة؟ النجاسة هي أي شيء محسوس حكم عليها الشرع بالقذارة وأمرنا بأننا نتطهر منها باش نأديو واحد العبادة. والقاعدة في هذا الباب أن الأصل في كل الأشياء الإباحة والطهارة، يعني ما كنحكموا على حتى شي حاجة بأنها حرام إلا إلا عندنا الدليل من الشرع بأنها حرام، وكذلك ما كنحكموا على حتى شي حاجة بأنها نجسة حتى يكون عندنا الدليل عليها. فمثلا إلا شكينا في شي ثوب واش قاصتو النجاسة ولا ما قاصتوش النجاسة، فالأصل أن هذاك الثوب طاهر وما كنحكموا عليه بأنه نجس ونمشيو نغسلوه حتى يكون عندنا اليقين بأن الثوب راه تنجس. فطالما أنك ما متأكدش فراك تصلي به ماشي مشكل. وشنا هي الأشياء النجسة اللي خاص المسلم يتطهر منها؟ الأشياء النجسة بول الإنسان وغائطه، فلا بد ما يتطهر من هاد الحدثين بالاستنجاء أو الاستجمار أو بغسل الموضع المصاب. كذلك من الأشياء النجسة الدم المسفوح، يعني الكثير، أما إذا كان قليل فإنه يعفى عنه. قال الله جل وعلا في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. كذلك من الأشياء النجسة بول وروث الحيوانات، ولكن ماشي كل شيء، غير الحيوانات اللي حرام اللحم ديالو بحال الكلب والحمار والنمور والسباع وغير ذلك. وأما الحيوانات اللي حلال اللحم ديالها فرا البول والروث ديالها طاهر، يعني ليس بنجس، ماشي مشكل، بحال البقرة والناقة والخروف والماعز وغير ذلك. وكذلك من الأشياء النجسة الكلب والخنزير، بمعنى أن كل حي، كل مخلوق خلق الله عز وجل فهو طاهر إلا الكلب والخنزير. وهذا فيه خلاف بين العلماء، وإلا راه كاين من العلماء اللي كيقول حتى الكلب والخنزير راه طاهر وما كاينش دليل على النجاسة، إنما الله عز وجل حرم علينا الخنزير، حرم علينا الأكل ديالو، أكل اللحم. وبالنسبة للكلب الممنوع أنك تقتنيه لغير الحاجة، يعني لما كانش إنسان غادي يربي الكلب وغيقتنيه من أجل الصيد ولا الحراسة ولا مثلا في المسائل الأمنية يستعملوه الشرطة أو الدرك في كشف الجريمة أو ضبط الممنوعات، ماشي مشكل. إلا كان من غير هذا الشيء هذا إنسان غادي يقتني غير من أجل التفكك، فهذا هو اللي ممنوع شرعا. ومن الأشياء النجسة كذلك الميتات من الحيوانات البرية، فأي حيوان مات حتف أنفه بمعنى مات بغير ذبح ولا تذكية فهذا كيتعتبر نجس. أما إلا مات بالذكاة الشرعية بالذبح أو بالنحر فهذا كيتعتبر طاهر. كذلك خصو يتنبه على أن راه ماشي كاع الميتات نجسة، فميتة الآدمي طاهرة، الإنسان إلا مات راه هو طاهر حيا وميتا. وكذلك الأسماك والحيتان فهي طاهرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد. وهذا النوع الثالث من الميتات الطاهرة اللي هو الجراد، ويدخل فيه الحشرات من الديدان والعقارب والخنافس والعناكب وغير ذلك.